رسالتي للمحامين وبالاخص او يعني نخص منهم شباب المحامين ان لازم طبعا ان هو يشارك ومشاركه فعاله. لكن خلينا اقول هو المحامي الشاب ونوصل الرساله ونوجه الرساله. انت تنزل ليه؟ يعني انت كشاب محامي تنزل ليه؟ انت تنزل لما تلاقي حد حط ايده على الجرح بتاعك. انزل عشان تغير، انزل عشان تجيب واحد مظبوط. حاسس بيك، انزل عشان تحس ان اللي جه ده فعلا بيمثلك بشكل حقيقي، انزل عشان اللي انت انتخبته ده لما ترفع سماعه التليفون تلاقي اول واحد واقف في ظهرك وبيقول لك انت على حق وصح او غلط. انزل عشان انت لما هتعمل كده وتنزل فعلا وتاخد من وقتك 5 دقايق هيغيروا مصيرك لمده 4 سنين. اذا ركزت في ال5 دقايق دول واستأذنت من استاذك لو انت بتتدرب في مكتب، او استقطعت من وقتك لو انت صاحب مكتب ورحت 5 دقايق بس مش اكتر تقف عشان تدي اصوات لناس فعلا تستحق، صدقني ده هيفرق معاك جدا. وما تقولش علاقتي بالنقابه هي الكارنيه، صدقني والله المعلومه دي اكتر معلومه غلط. علاقتك بالنقابه كل حاجه، احنا في النقابه جسد واحد. لو الجسد ده اصلا مريض صدقني انت مش هيبقى ليك قيمه لا مع اجهزه الدوله ولا قدام نفسك. لازم انت تبقى قوي ولازم تنزل عشان تغير مصيرك وعشان فعلا يبقى ليك قوه على الارض.